سؤال حلو كتير من حضراتكم بتسألوه. أنا دلوقتي مسافر وعندي كلبي أو قطتي، أنا مش متعود خالص أسيبهم لوحدهم، فإيه الحل في حاجة زي كده؟ ومثلا يعني الأوتيل أو أيا كان أنا مش هينفع أسيبهم لوحدهم ومش هينفع أخدهم معايا. طيب إيه الحل في حاجة زي كده؟ الحل رقم واحد إن أنا يعني يا إما أخلي حد يبقى واصي إن هو يجي كل يوم البيت يراعيهم ويحط أكل ومية على الأقل ويهتم بيهم وبنظافتهم، يا اما اوديهم بقى اي مكان للهوسبيتاليتي والاستضافه، عيادات بقى بيطريه او اماكن فيها استضافه. الحاجه التانية ده في حاله الكلاب. طيب انا لو عندي قطه، القطط برضو يفضل جدا حالة ان انا اخليها في مكان للاستضافة عشان يبقى دايما مطمنين عليها وعينهم عليها. طيب مش نافع خالص، لو هغيب يوم يومين بالكتير بس، يعني هو يعني احاول قد ما اقدر ان هو لو يوم غياب، في الحالة دي احط للقطة اكل ومية كتير واوزع لها اماكن الرملة وينفع اسيبها. بس هي الفكرة في الاستضافة في حالة القطط ان انا ابقى مطمن عليها، اقدر ان انا اسأل حد عليها، اقدر اطمن عليها. بس ما دام هسيبها يوم يومين بالكتير، اكتر من كده ما ينفعش، برضو لازم تروح لمكان للاستضافه عشان يهتموا بيها ويراعوها. انا دكتوره مونيكا ودي عياده بيت راشد بيطريه.